السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من اي في جرافيكس اند ميديا برودكشن وكورس الفوتوشوب. النهارده هنتكلم عن شويه تولز كده. اول تول هنبتدي نتكلم عليها النهارده وتول مهمه جدا طبعا ومفيش حد يقدر يستغنى عنها، هي التول بتاعه التكست. تمام. لو انا حابب ان انا عايز ان انا اكتب تكست او ان انا اكتب اي حاجه في الديزاين، عندي دلوقتي لو دوست هنا كده كليك يمين هلاقي فيه 4 تولز. عندي horizontal type tool وعندي vertical type tool وعندي vertical type mask tool وعندي horizontal type mask tool. طيب تمام، تعالوا ناخد الموضوع كده من الأول. أنا لو جبت horizontal type tool كده وجيت واخترت إن أنا أدوس هنا كده وأكتب، هلاقي الكلام بتاعي بيتكتب عادي. ده كده لو انجلش. طيب لو أنا عايز أكتب عربي أنا دوست كنترول A وهدوس باك سبيس عشان أمسح الكلام، هدوس Alt Shift أو Command Space لو أنت معاك ماك، واجي ان انا اكتب عربي. طيب حاليا في ناس كتير قوي لما بتيجي تبتدي ان هي تكتب تكست في الفوتوشوب احيانا بيحصل عندهم مشكله. ايه المشكله؟ ان بيلاقوا الحروف العربي متفرطه، يعني الالف لوحدها واللام لوحدها والياء لوحدها، الحروف كلها متبقاش موجوده على بعض. طيب حل المشكله دي بنحله ازاي؟ بنيجي كده عند edit، ننزل عند preferences، نروح عند كلمه type دي. تمام، هنخش على type، هنلاقي عندي choose text engine options. هتلاقي عندك middle eastern and south asian وعندك east asian. لو انت عندك المشكلة دي هتلاقي ان هو مختار الايست اسيان، فانت تبدلها تخليها الميدل ايسترن وتقفل الفوتوشوب وتفتحه تاني هيحل المشكلة. تمام. تمام، نرجع تاني، اخترت الهوريزونتال، جيت كتبت الكلام بتاعي ده كده عربي، انا هرجع انجلش تاني، كتبت كده ايه الكلام بتاعي. طيب بعد ما انا بكتب الكلام بتاعي اقدر ان انا اغير في الفيتشرز بتاعته، اقدر اغير في مقاسه، في الفونت، في اللون بتاعه، في الحاجات دي كلها. طيب يعني هو انا لازم اكتب عشان اغير؟ ما ينفعش اغير من قبل ما اكتب؟ لا ينفع. تعالوا كده نعمل ديليت ونروح عند التكست، هتلاقي هنا في الاول جايب لك الاوبشنز دي الفونتات. دي الفونتات اللي موجودة كده مع البروجرام، هتلاقي فونتات كتير عربي او انجليش، انت ممكن تستخدم اللي انت عايزه فيهم. وانت كمان بيبقى عندك اكسس ان انت ممكن تختار الفونت اللي انت عايزه من على النت. لو انت في فونت عاجبك ممكن تعمله داونلود وتشتغل بيه عادي. ممكن مثلا اختار ان انا اكتب بالفونت ده، والفونتات بيبقى فيه منها ستايلز، يعني مثلا فونت بيبقى ريجولر بيبقى الفونت عادي، بولد بيبقى الفونت مثلا تخين شوية، بولد ايتاليك اللي هو بيبقى الفونت تخين وبيبقى مايل المايلة بتاعت الايتاليك دي، وهكذا. فكل فونت بيكون ليه الفيتشرز بتاعته. طيب هنا السايز بتاع الفونت عندي من اول 6 بي تي لحد 72 بي تي. ايه ده؟ يعني ده المينيمم وده الماكسيمم؟ لا، انت ممكن تكبر عن كده. يعني انا ممكن اجي هنا اقول له انا عايز 100، هيكونفيرم ال 100 عادي، بس هو في الاوبشن مديني اخري 72. طيب شارب، نون، كريسب، سترونج، سموث، ايه الحاجات دي كلها؟ دي ستايل الفونت. الحروف بتاعته بتبقى شكلها عامله ازاي، الايدجز بتاعت الحروف انت عايزها تبقى شارب ولا تبقى كريسب ولا تبقى سترونج ولا تبقى سموث. دي كلها برضو ستايل في الكيرفات بتاعت الفونت، انت ليك اكسس ان انت تقدر تتحكم فيها لو انت حابب ان انت ايه تظبط الموضوع ده. طيب هنا بقى انا عايز ابتدي ان انا اكتب من الشمال، ولا عايز ابتدي ان الكلام يبقى بادئ كده يتظبط باراجراف من اليمين، ولا الكلام بتاعي يبقى متظبط كده في النص. وعندي هنا ده الكولر بتاع التكست اللي انا هكتب بيه. تمام. طيب انا اخترت شويه الاوبشنز دي وهاجي اكتب. لما اجي اكتب كده وادوس انتر واجي اكتب تاني بتلاقي الكلام بتاعي ايه اتكتب في النص. بس الكلام كده كبير، انا ممكن اصغره عادي. ممكن تدوس كنترول تي وتيجي بشفت كده وتصغر عادي خالص، تتعامل معاه عادي كده. ممكن تصغره من النمبرز بتاعته. طيب انا بعد ما ظبطت الدنيا دي كلها انا ممكن ان انا بقى اظبط الاوبشنز بتاعتي. طب ازاي ده؟ انا مش لاقي الاوبشنز اللي فوق. انت ممكن تيجي عند التكست هنا وتيجي تدوس وتعمل سيلكشن عليهم، وممكن تغير ادي كده بقى كله من الشمال، ادي كده كله بقى من اليمين. ممكن اغير في الكولر عادي وتاكسس الدنيا بتاعتك. بس لا يعني بص السلكشن كده باين وانا حاسس ان الدنيا مجعلصه، كان حاسس ان انا مش مرتاح. مفيش طريقه تانية ان انا اقدر اعدل منها؟ لا في. شايف هنا هتلاقي دي اسمها كاركتر. حلو، لو دوست على الكاركتر دي هتلاقي طلع لك الاوبشنز كلها هنا. عندي الفونتات برضو. تمام، اخترت اهو مثلا فونت تاني. عندي ستايل الفونت، دي هنا في ستايلات كتير اهو، بلاك وبولد ايتاليك وبولد وايتاليك بس، نارو ده بيبقى ارفع، وهكذا. دي الستايلز بتاعته. عندي مقاسات بتاعه الفونت نفسه ممكن اغيرها. وعندي هنا كمان فيتشرز اكتر. ايه الفيتشرز الاكتر اللي عندي دي مثلا السبيسز بين الكلام. ايه السبيسز بين الكلام؟ يعني انا لو جيت مثلا كتبت 6، بص ايه ده
الكلام لزق في بعضه. طب كبرتها ل24 بيوسع اكتر، كبرتها ل48 بيوسع اكتر. طيب ايه ده؟ هي ايه دي لازمتها؟ لازمتها ان انت مينفعش تيجي عند التكست تيجي كده وتدوس انتر وتسيب السبيسز بتاعتك كده بالحب. لا، انت لازم الموضوع كله يبقى ماشي بنمبرز، بيبقى ماشي بسيستم، عشان الموضوع يبقى طالع بروفيشنال ومفيهوش غلطات، بحيث ان الدنيا كلها تبقى ماشيه على نفس الاسطمبه ونفس الستايل اللي ايه اللي انت شغال بيه. فما ينفعش طب انا يا ترى هنا دوست انتر ولا 2 انتر، طب انا عملت ايه؟ ولما تيجي اصلا تفكر ان تيجي الديليت هتلاقي هنا في سبيسز اكنك انت كاتب حاجه، لكن دي مش بتسيب لك سبيسز اكنك كاتب حاجه، دي بتوسع الجابس بين الحروف وبين بعض او بين الكلام وبين بعض من ايه من فوق لتحت. طيب دي السبيسز بين الحروف بالنسبه للجنب. طب دي برضو لازمتها ايه؟ لازمتها ان انا ما اجيش اسيب سبيسز كده برضو بالحب عشان يبقى الشكل ايه بالنسبه لي احسن. لا، لازم الموضوع برضو يبقى ماشي بستايل ويكون كده ايه بطريقه بروفيشنال عشان الدنيا ما يبقاش فيها غلط. طيب الاوبشن دي ايه؟ الاوبشن دي ان انا لو جيت كتبت كده 200 هتلاقي مط الحرف، ولو جيت هنا كتبت مثلا 150 هتلاقي مط الحرف، بس هنا مطه بالطول وهنا مطه بالعرض. طيب الكلام ده صح؟ لا طبعا، دي مش حاجه كويسه ان احنا نستخدمها، لان احنا كنا متفقين ان ما ينفعش اي حاجه عندنا في اي ديزاين في الدنيا ان هي تتمط، لازم تكون طالعه بالشكل بتاعها الواقعي عشان ما يبقاش فيه غلط. طيب ايه الاوبشن ده بقى؟ الاوبشن ده بتاع الباور. يعني ايه بتاع الباور؟ يعني انت مثلا عايز تعمل 2 باور 2. طيب اعمل 2 باور 2 ازاي؟ المفروض بيبقى النمبر فوق مثلا الرقم. طيب انا اعمل ايه؟ هاجي مثلا عند حرف الاي ده كده اعمل له سيلكشن واكتب مثلا هنا ايه 20. هتلاقي عمل ايه؟ رفع الحرف ده بس فوق كده اكنه ايه معمول له باور. تمام. فانت لو عايز تدي الاكسس بتاع الباور ده انت ممكن ايه تظبطه من الاوبشن ده. كنترول زد. تمام. طب عايز تغير الكالر اهو، عندك اكسس تغير الكالر عادي خالص. تمام. هنا بقى عندي شويه اوبشن. اول اوبشن ده بيخلي الفونت كده عندي بولد، حتى لو انا عندي في التايب سنه ان هو مش بولد، بس انا ممكن اديله اكسس ان هو بولد. هنا ممكن اخلي التكست ايتاليك، هنا اخليها اول كابس كلها كابيتال ليترز وكبيره. طيب هنا ممكن تكون كلها كابيتال ليترز بس صغيره. هنا لو انا مثلا عايز اعمل سوبرسكريبت بحيث ان هي ايه تكون بالشكل ده، او ان انا اعمل هنا تكون سبسكريبت هي تكون بالشكل ده. هنا لو انا عايز اعمل اندرلاين تحت الكلام، هنا لو انا عايز اشطب على الكلام نفسه. دي معظم الاوبشنز اللي الناس بتستخدمها في التكست بحيث ان انت لو عايز تغير فيها. طيب عندنا برضو هنا الباراجراف بتاعت الباراجرافز لو انت بقى عايز تظبط الدنيا، بلس ان في حاجات بقى ادفانسد اللي انت عايز تسيب سبيسز من بعد مثلا الكتابه بتاعتك هنا قد ايه. شغل الباراجرافز بقى لو انت عايز تعمل كتب او مجلات، فالحاجات دي بتبقى مهمه قوي. التفاصيل الصغيره دي لازم بنبقى بنتكلم فيها عشان ايه الحاجات دي بتبقى مهمه جدا في حته التكست في المجلات او في الكتب وهكذا، فالحاجات دي لازم تتراعى. طيب الكلام ده كله جميل، بس نفترض ان انا دلوقتي بعد ما خلصت الكلام ده كله انا ما لقيتش الاوبشن ده اصلا، اجيبه منين؟ جميل. هنروح عند ويندو، هنلاقي هنا عندنا كلمة كاركتر. مجرد ان انا ادوس كاركتر هتلاقي فتح لي الاوبشن هنا حتى لو هو ما كانش ايه موجود. طب بس يا عمرو كده في مشكلة. ايه المشكلة؟ انت فاكر اول مرة خالص في الكورس قلت لنا ان الفوتوشوب لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل لكل حاجة نيو لاير. فعلا صح، انتوا ما كتبتوش. طيب احنا دلوقتي عملنا التكست وما عملناش نيو لاير، ازاي لما بنمسك التكست بتتحرك؟ لا، انت لما بتيجي تعمل تكست بيعمل لها هو لاير لوحدها. الله، يعني انا لو كتبت حاجة تانية هعمل لها لاير لوحدها؟ تعالى كده نشوف. عمل لها لاير لوحدها. فحاليا ان انا لما باجي بكتب اي حاجه بتكست هو بيعمل لها لوحده لاير لوحدها، بحيث ان هو ايه تبقى كل حاجه في لاير، مش محتاج ان انا ايه اعمل لها نيو لاير. جميل. طيب تعالوا كده نكتب شويه كلام قبل ما ادي اكسس او ادوس انتر او ادوس هنا عند الموفمنت تول ان هو ايه يديني اكسس ان انا خلاص انا كده كتبت الكلام. لا، عندي هنا اوبشن ما بيظهرش غير لما بكتب. شايفين الاوبشن ده warp text. ايه warp text دي؟ تعالوا ندوس عليها كده. warp text، تعالوا نشوف ستايلز. في ستايل ارك، انا ممكن اعمل ارك. تعالوا بس كده ندخل الكلام جوه شويه. ممكن حتى بعد ما انا عملت كده ارجع اعمل كده تجيلي، فالاوبشن ده برضو موجود. بس تعالوا نرجع من الاول خالص وندوس. عندي ارك في upper، ممكن اخليه البند بتاعه يكون تحت يكون lower. ممكن الافكت ده انا اكون عامله من ناحيه vertical يديني افكت في الفيرتيكال. horizontal distort
vertical distort. ممكن العب في الاوبشنز دي كلها عشان اطلع ستايل تاني للارك. في ارك لور، هو اصلا عامل ارك لور، بس تعالوا ايه نصفر الارقام دي كلها عشان تبقى الدنيا في الطبيعي. ارك لور، في ارك ابر، في ارك بالشكل ده، في تشيل، في الفلاج، في الفيش. مديك ستايلات كتير قوي للفونت، انت ممكن ايه تلعب فيها وتشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها. مجرد ان انت اكسست ودوست اوكي خلاص، هو كده ايه اعتمد الشيب اللي انت عملته ده، وبدا ستايل التكست اللي انت شغال عليه عادي خالص. تمام كده من ناحيه التكست هنا. طيب في هنا بقى الفيرتيكال تايب تول. ايه الفيرتيكال تايب تول دي؟ هي بس لما حاجه اكتب هتلاقي الكلام ايه بيتكتب كده بالطول. ده اكني عملت ايه، اكني لو انا جبت الكلام ده فكرت ان انا اعمل له روتيشن كده، ايه ده بقى هوريزونتال عادي، ما انا ممكن اقلبه فيرتيكال برضه. فبيديني اكسس ان انا ممكن اعمل الموضوع ده، بس ان انا ايه اكتبه على طول دايركت. تمام. طيب vertical type tool بس تكون ماسك. يعني ايه تكون ماسك؟ تعالوا كده لما اجي اكتب، بلاش vertical خلينا horizontal كده، هو كده كده الاتنين نفس الاكسس. لما حاجه اكتب بص اداني كده سكرين حمراء مش فاهم. طيب اكتب اكتب اكتب، هسيب، هتلاقي الكتابه دي كلها حولها لسلكشن. يعني ايه حولها لسلكشن؟ يعني كأني كنت جايب كويك سلكشن تول، او ان انا عملت سلكشن على حاجه عشان ان انا اعمل لها كات. طيب انت لما شدتها كده ايه اللي حصل؟ تعالوا نبص كده، ايه ده اتقصت ليه؟ لما انا جيت بالموفمنت تول لقيت ايه في علامه مقص كده، اللي هو بيقول لك خلي بالك السلكشن دي انت كده هتقص من الباك جراوند. انا كده ايه قصيت. تمام، يبقى انا دلوقتي دي فكرتها ممكن استخدمها في ايه. تعالوا ندوس كنترول دي نعمل دي سيلكت كده، نروح كده عند 3 دي هنا. ممكن انا مثلا يبقى عندي صوره زي دي وانا عايز اعمل سيلكشن مثلا لحته معينه في ديزاين عشان استخدمها كستايل كلام. اكتب هنا مثلا عمرو واسيب. لو جيت هنا عند الموفمنت تول وجيت وقفت عند الكلمه وجيت على الاكس هتلاقي ايه عمل لك كات للصوره، شال الحته اللي هو ايه انت كنت واخدها خالص. او ممكن اجي هنا اروح بقى لاي تول سيلكشن، ادوس كليك يمين لاير فيا كوبي، هتلاقي كوبير. ممكن اعمل لاير فيا كات، هتلاقي قص. ممكن اعمل كليك يمين فيل، كل الاوبشنز بقى اللي احنا كنا قايلينها. يعني بيديني الاكسس بتاع السلكشن عادي خالص، اللي انا ممكن اطبق كل حاجه للسلكشن اللي احنا كنا قايلين عليها قبل كده، بس الموضوع هيتطبق بشكل ايه، يكون شكل على تكست. يعني انا ابقى كاتب حاجه اعمل السلكشن بتاعي على شكل تكست، مش مجرد ان انا اعمل سلكشن لاوبجكت اشيله او حاجه، لا انا كل حاجه عندي بعملها على شكل تكست. تمام. طيب في حاجه بقى احنا كنا مش قايلينها برضو في السلكشنز. ايه الحاجه اللي كنا مش قايلينها في السلكشنز؟ انا لو جيت مثلا دلوقتي عملت سلكشن لشيب زي ده ودوت شيفت مثلا كده ودوس كليك يمين، انا استخدمت الفيل بس ما استخدمتش حاجه اسمها ستروك. ايه الستروك ده بقى؟ شايفين اللاين ده؟ انا ليا اكسس ان انا اديله ثيكنس، ان انا اطخنه. ازاي؟ ان انا بعمل له ستروك. جيت مثلا الستروك ده قلت هخليه 10 وخلي لونه الدرجه دي مثلا. في سنتر وفي انسايد وفي اوتسايد، ايه الفرق بينهم؟ تعالوا نشوف. لو دوست اوكي كده ودلوقتي عمل الستروك، تعالوا كده نعمل زوم. انت واخد بالك ان الستروك في نص الخط؟ فده كده اسمه في السنتر. طيب يعني انا دلوقتي لو جيت عملت فيل، سوري لو جيت هنا، يعني انا دلوقتي لو جيت عملت ستروك وقلت له انسايد هيبقى الخط من جوه. تعال نشوف كده. ايه ده؟ الله، تصدق انت عندك حق. طب تعال ارجع كده، كليك يمين ستروك اوتسايد اوكي. ايه ده؟ يبقى احنا كده عندنا ان انا ممكن اعمل الستروك بتاعي انسايد واوتسايد وفي السنتر عادي خالص. طيب دي تفرق لي في ايه؟ تفرق لي ان انت دلوقتي انت ممكن في التكست دي كده وانت بتيجي تكتبها تختار ان يبقى الكلام ده معمول له ستروك مثلا، تختار في السنتر. حاليا الكلام بتاعك لو جيت عملت دي سيلكت انت كتبت حاجة وعملت لها ستروك، بس لو انا جيت حركتها مش هتتحرك. ليه؟ لان دي في اللاير. طيب حل الموضوع ده ايه؟ كنت قبل ما انا اديها الستروك اعمل نيو لاير، وبعد كده اجي اقول له ستروك اوكي، واجي اعمل دي سيلكت. لما اجي احركها تتحرك معايا عادي لان انا ايه عملتها في نيو لاير. بس اللي فاتت انا كنت عملت الستروك في الباك جراوند، فبالتالي لما جيت حركتها الاتنين ماسكين في بعض لان هي باك جراوند، فبالتالي هو مش هيبقى مديني اي اكسس بحيث ان انا ايه اطبق عليها حاجه، لان انا كل الحاجات اللي انا عملتها كانت في التكست. تمام، وكانت موجوده في الباك جراوند.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن التكست وغطينا فيها كل حاجة ممكن ان احنا تكون محتاجينها ان احنا نقدر نستخدم التكست دي. تمام. طبعا التكست دي تول مهمة مفيش حد يقدر يستغنى عنها اصلا لان هو بيستخدمها في كل حاجة. فدي مثلا حاجة من الحاجات اللي انت ممكن تستخدم بيها التكست وازاي تقدر توظف الموضوع بالستروك. الحتة بتاعت الستروك دي بقى على اي سيلكشن في الدنيا، يعني انا اي سيلكشن في الدنيا عامله انا ممكن ان انا اعمل له فيل او ممكن ان انا اعمل له ستروك. احنا كنا شرحنا الفيل قبل كده واتكلمنا على كل حاجاتها. حاليا اهو كده انا دلوقتي عندي الستروك، انا ممكن اكسس بالستروك دي كده واقدر اوظف الحاجة اللي انا عايزها واطلعها بالشكل اللي انا عايزه يطلع بيه. طيب احنا كده خلصنا كلامنا على التكست وايه كل الحاجات اللي ممكن نشتغل بيها على التكست وايه اللي ممكن نوظفه بيها وازاي نقدر نغير في التكست قبل ما نكتب وبعد ما نكتب والكلام ده كله. طيب هناخد ايه كمان؟ هنروح بقى دلوقتي نتكلم عن الشيبس. هناخد ايه كمان؟ هنروح بقى دلوقتي نتكلم عن الشيبس. اجي ابص هنا كده هلاقي فيه تولز للشيبس، دوست كليك يمين عليها طلعت لي التولز دي كلها. عندي rectangle shape وعندي rounded rectangle وعندي ellipse وعندي polygon وعندي line وعندي custom shape. الله، مش انت كنت قايل لنا في اول حلقة خالص ان دلوقتي احنا جينا رسمنا بدول، جينا رسمنا line وجينا رسمنا rectangle وجينا رسمنا circle؟ طب ما دول shapes، ايه دول بقى؟ لا انا كنت قايل ان دول selection tools بس انا استخدمتهم كشيبس، انا عملت select لجزء معين وعملت له fill، لكن كاستخدام لشيب كشيب يبقى التولز اللي تحت دي. طيب نمسك مثلا الريكتانجل تول. جميل. حاليا هاجي ارسم، يجي يقول لي لا خلي بالك، اقول له في ايه يا عم خضتني، يقول لي انت لازم تعمل نيو لاير، اقول له لا تعالى بقى بص. جيت دلوقتي دوست شيفت وجيت رسمت حاليا كده سكوير، لقيته مره واحده عمل له نيو لاير لوحده. يبقى في الشيبس اي حاجه انا برسمها هو بيعمل لها نيو لاير لوحدها. جميل. طيب انا اول ما رسمت طلع لي البروبرتيز دي وعندي فوق برضو الاوبشنز دي. طيب ايه دي؟ هاجي في الاول كده عندي هنا الويدث والهايت، ده المقاس بتاعي بالطول والعرض، وهنا برضو موجود الويدث والهايت بتاعي. يعني انا مثلا عايز ارسم شيب معين يكون مقاسه مثلا 10 سم في 10 سم، فانا هكتب فوق 10 سم في 10 سم، بس هنا عندي بالبيكسلز مش بالسنتي. طيب انا عايز احول ان الحاجه اللي عندي تكون بالسنتي، اعمل ايه؟ عادي ممكن اجي اكتب هنا 10 سنتيمتر وادوس انتر، طبق ال10 سنتيمتر، واجي هنا اكتب 10 سنتيمتر برضو وادوس انتر فيطبق ال10 سنتيمتر. طيب انا كده كتبت الطول لوحده وكتبت العرض لوحده. طيب انا لو عايز اعملهم نسبة وتناسب اعملهم ازاي؟ هتيجي كده شايف دي علامة اللينك، علامة الدبوس دي علامة لينك اللي انا بربط الاتنين ببعض، بمعنى ان هم يكبروا مع بعض نسبة وتناسب. لو كتبت على دي 15 سنتيمتر التانية ايه كبرت زيها بقت 15، بقى الموضوع ماشي نسبة وتناسب. ليه؟ لان انا عملت علامة اللينك. لو انا شلت علامة اللينك خلاص انا كده ممكن اكبر ده لوحده او اكبر ده لوحده. تمام. جميل. طيب عندي هنا الالوان، انا ممكن اختار اللون اللي انا عايز اوظفه على الشيب بتاعي. طيب في ايه كمان؟ في ستروك. فاكرين احنا من شوية كنا لسه عاملين الستروك بالسلكشن. طيب انا عايز اعمل ستروك للشكل ده نفسه، خلاص هاجي هنا مثلا اختار لون الستروك ازرق مثلا. حلو. واجي هنا ده كده الثيكنس بتاع الستروك، لما اجي اكبر ده هتلاقي ايه الستروك بتاعك كده ايه بيكبر. طيب الستروك عندي مش شرط ان هو يكون لاين، ممكن يكون داشت لاينز، يكون كده مخطط، ممكن يكون بوينتس زي ما انا ايه عايز برضه. طيب نفس الاوبشنز دي اللي موجوده هنا، ادي الويدث وادي الهايت، ادي الفيل وادي الستروك وادي التخن وادي الحاجات دي كلها. طيب عندي ايه هنا زياده؟ هاجي بص كده في الاول هلاقي ايه ده، الستروك في السنتر ولا انسايد ولا اوتسايد، نفس الاوبشنز اللي كانت موجوده. يبقى زي ما احنا اتفقنا الاوبشنز اللي فوق دي هي الاوبشنز اللي هنا، بس هنا في شويه حاجات ادفانسد هنتكلم عليها قدام. تمام. ده كده اول شكل. لو انا جيت دلوقتي جبت راوندد وعملت زوم اوت كده وجيت رسمته، لما جيت رسمته برضه عمل له ايه؟ عمل له لاير لوحدها، يعني برضه مشى الموضوع في لاير لوحدها ما عملهاش نفس اللاير. طيب لو انا جيت قبل ما ارسم دوست شيفت وجيت رسمت هتلاقي جاب لك علامه الماوس جنبها بلس، ايه دي بقى؟ لو جيت رسمت كده هتلاقي رسم الشكلين وحطهم في لاير واحده وعمل لهم ميرج. فاكرين في السلكشن لما احنا كنا بندوس شيفت كنا بنعمل بلس للسلكشن مع بعض؟ فهنا نفس الموضوع، لو انا دوت شيفت وانا برسم الشيب ده هيرسم الاتنين في نفس اللاير ويعمل لهم ميرج لبعض. طيب لو انا ما رسمتهمش فوق بعض، يعني لو عملت كده ودوت شيفت هنا وسبت، مش هعمل لهم ميرج بس هو سايبهم في نفس اللاير.
فانت كده ما استفدتش حاجه. طب انا عايز ارسمه يا عم وما بيبقاش في نفس اللاير، ايه المزاوله دي؟ خلاص تعالى كده دوس وارسم. هتقولي طب انا عايزه نسبه وتناسب. بعد ما تدوس وترسم دوس شيفت، هيفتح في لاير لوحدها، بس ما تدوسش شيفت قبل ما ترسم. يعني انا كده شيفت ورسمت كده حطيتهم الاثنين في نفس اللاير. لا انا عايز كل واحده في لاير لوحدها، يبقى هرسم وبعد كده ادوس شيفت تبقى نسبه وتناسب، اسيب تبقى كل واحده ايه في لاير لوحدها. طيب كل بقى الكلام ده ينطبق على الراوند وينطبق على السيركل وينطبق على البوليجون. حلو. وينطبق على اللاين وينطبق على الكاستم شيب. ايه الكاستم شيب دي بقى؟ مفيش شيب معين. يعني ايه مفيش شيب معين؟ يعني دلوقتي في الكاستم شيب دي لما اجي ابص انا ما عنديش شكل معين، انا عندي هنا شيبس. هو دلوقتي مديني شيبس كده، انا ممكن اختار ايا كان ايه الشيب اللي انا عايزه. انا عايز الشيب ده كده وهرسمه والونه واديله ستروك واتعامل معاه عادي خالص. فبيبقى عندي كولكشن كده من الشيبس، انا بشوف انهي شيب اللي انا عايز اختاره، انهي شيب اللي انا عايز اتعامل عليه، بتعامل عليه عادي خالص وبختاره وبلونه وبعمل له ستروك وبعمل كل الفيتشرز بتاعته بديها له عادي خالص. فدي كده من ناحيه الشيبس. بس لو اخدنا بالنا من حاجه، لما احنا جينا رسمنا اللاين، هو فين اللاين؟ اللاين مش متشاف، مع ان على فكره انا راسم لاين. يعني انا لو جيت دلت اللاير دي اهو، انا كده واقف على اللاير بتاعت اللاين. اما اللاين مش متشاف ليه؟ هقول لك اللاين مش متشاف ليه. انا كده ايه؟ انا كده واقف على اللاين. طب اللاين ماله طالع رفيع قوي كده؟ اللاين بالذات لازم بياخد له ستروك، ما بياخدلوش في الكرر. ليه؟ انت دلوقتي لو عامل اللاين ده في الكرر وانت حتى شايفه عندك كده في السوفت وير، الديزاين ده لو جيت فكرت ان انت تعمل له برينتنج مش هيتعمل له برينتنج وهيبقى بايظ. اللاينز كلها اللي موجوده في الديزاين مش هتبان. ليه؟ اللاين لازم بياخد له ويت، لازم بياخد له ستروك، ما ينفعش ان هو ياخد له في الكرر بس. طيب انا اديله الفيتشر دي ازاي؟ لما اجي ارسم اللاين، بص كده دلوقتي اترسم تخين. ليه؟ انا جيت في الويدث هنا قلت له بقول لك ايه، اللاين ده انا عايز تخنه يكون 50 بكسل، تمام؟ والويت بتاعه عايزه يبقى 50. طب لو خليت الويت مثلا بتاعه 100، تمام مفيش مشكله. طيب ليه دلوقتي الازرق هو اللي باين والاصفر مش باين خالص؟ تعالوا كده نشيل. ايه ده؟ الاصفر باين ليه؟ لان انا لما كنت عامل الازرق انا مختار ان الويت بتاعه تخين قوي، مختار الستروك بتاعه عالي قوي، فبالتالي كان الستروك هو اللي طاغي على الصوره. لكن مثلا لو جيت مثلا عملت الستروك كده 12 وجيت عملت زوم ان، هتلاقي ايه؟ ان الويت بان معاك او الستروك بمعنى صح بان معاك. فاللاين انا مينفعش ارسمه كده وخلاص، انا لازم اديله ويت ولازم بديله ويت عشان ايه؟ يكون اللاين باين. فدي كده من ناحيه الشيبس، من ناحيه الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. فاحنا عندنا الشيبس دي كلها، واتفقنا ان الكاستم شيب فيها الشيبس المختلفه، وعندي برضو ويت وعندي هايت وعندي الكلام ده كله من ناحيه الشيب. الشيبس عادي انا ممكن ارسم الشيب اللي انا عايزه، ممكن ان انا اتحكم في الالوان بتاعته في الستروك وفي كل حاجه. طيب البوليجون بقى فيه ميزه. ايه الميزه دي؟ في حاجه بس الناس كلها بتيجي تسالني عليها، يعني يقول لي الفوتوشوب جايب ريكتانجل وراوندد ريكتانجل اللي هو بيبقى فيه الزوايا اللي من الجنب دي بتبقى سموث كده وكيرفد، وجايب دايره وجايب بوليجون ولاين وكاستم شيب، ومش جايب مثلث. انا عايز ارسم مثلث. هاجي اقول لك تعالى كده، هو البوليجون ده عباره عن ايه؟ عباره عن اضلاع. لو حد فينا علم رياضه هيبقى عارف الكلام ده، او الناس عموما اللي دارسه ماث. عباره عن اضلاع، كل ما عدد الاضلاع بتزيد كل ما الشكل بيتغير وبيبقى فيه عدد اضلاع اكتر. بوليجون، هيكساجون، هيبتاجون، الكلام ده كله تمام. طيب انا عندي دلوقتي 5 سايدز، مكتوب هنا 5 سايدز، يعني انا لو رسمت هيترسم لي شكل فيه 5 ضلوع. طيب لو انا جيت هنا كتبت 3 وجيت رسمت شكل طلع لي المثلث، جيت كتبت 4 وجيت رسمت طلع لي مربع. يبقى انا كده عندي اكسس ان انا اطلع ايا كان ايه الشكل، مجرد ان انا بزود عدد الضلوع او ان انا بقللها. فمفيش حاجه اسمها مفيش مثلث، لا هو في مثلث، بس هي الفكره ان انت من البوليجون تتحكم ان انت عايز ترسم كام ضلع، وعلى اساسها هتبتدي تطلع الشكل بتاعك. فبالنسبه للمثلث لا يا جماعه، في مثلث عادي خالص وممكن يترسم عادي خالص. احنا كده عدينا على الشيبس بشكل سريع، مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده. المره الجايه هنبتدي نكمل كلامنا عن الشيبس ونتكلم عن بقيه الفيتشرز الموجوده في الشيبس بالاوبشنز الاكتر اللي موجوده في الشيبس، عشان في اوبشنز كتير احنا لسه ما اتكلمناش عليها. لان مثلا لما باجي مثلا برسم شيب او حاجه
بيطلع لي الاوبشنز دي. انا قلت الاوبشنز اللي هنا هي الاوبشنز اللي هنا، بس هنا في شويه حاجات ادفانسد هنتكلم عليها المره الجايه ونشرحها بتفاصيل اكتر، بحيث ان احنا نبقى فاهمين كل حاجه عن الشيبس، وبعد كده نخش على تولز جديده نكمل على بقيه الكورس ان شاء الله المره الجايه. اتمنى كل حلقه عجبتكم، مستنيكم في حلقات جايه كتير. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حاجه جديده تجيلكم.